سمعت قبل كده إن حد قال إن فلان ده حدوده ضعيفة، أو حد قال لك قبل كده إنه أنت محتاج تشتغل على حدودك الشخصية شوية؟ هو ده موضوع الحلقة النهاردة. شجعكم تاخدوا سكرين شوت من كل تدريب بيتم ذكره في الحلقات، عشان الهدف إن احنا نجمع كل التدريبات دي في كشكول واحد ونشتغل عليها بانتظام. ازيكم؟ في البداية كده، ايه هي الحدود أو الباوندريز؟ الحدود ممكن تكون جسدية، يعني مساحتك الشخصية ودرجة القرب جسديا. عاطفية، اللي هي مشاعرك وقدرتك إنك تتعاطف من غير ما يتم استهلاكك أو استغلالك. عقلية، وهي قدرتك إنك تتمسك بمعتقداتك وأفكارك وآرائك بدون ما تفكر إنك لازم تغير حاجة فيهم عشان تتقبل. بيئية، ممتلكاتك ومساحتك الخاصة وبتشاركهم مع مين، وكمان الوقت والعلاقات، يعني مين بتقضي وقتك معاه ومين لأ. سمات الحدود الصحية، واللي أهم ميزة فيها هي الإحساس بالأمان، وإنك تلاقي الدعم، وإنك تبقى نفسك. جسديا، إنك تنام كويس، صحتك عامة تكون كويسة. عاطفيا، أسعد وقلق أقل، غضب أقل، مفيش اكتئاب. عقليا، إنك عارف تفكر بوضوح أكتر. بيئيا، إنك حاسس بالأمان. العلاقات، إنك عندك رغبة إنك تتعرف على العلاقات الصحية في حياتك وتغذيها وتحافظ عليها. قوانين الحدود الأربعة: واحد، الحدود أحياناً بتحتاج لتقييم دوري. لو خفنا طول الوقت وفضلنا قلقانين وقافلين الباب علينا، هنحس بوحدة. عشان كده لما بنخاف إننا ندخل حد، لازم نعرف السبب. هل عندنا خوف إن الآخرين يجرحونا، أو ما عندناش ثقة في نفسنا كفاية؟ بس برضو لو انت بتخلي اي حد معدي يدخل، مش هيبقى في مكان ليك، وهتلاقي ان في ناس كتير مش كويسة دخلت للأسف. ساعتها لازم تعرف انت عملت كده ليه. هل انت خايف من الوحدة، او الهجر، او الرفض، او المواجهة، او الذنب لما بتقول لأ؟ اتنين، انت عندك القوة انك تختار مين يدخل وامتى. من حقك ترفض تنقذ حد، أو إنك تقبل تصرفات جارحة أو مش ناضجة وتخلي بابك مقفول. أنت كمان من حقك إنك ترفض إنك تتكلم في موضوعات حساسة أو شخصية بالنسبة لك. ممكن تبتدي تبني الثقة بإنك تشوف الأشخاص الجداد دول بيتصرفوا إزاي. والله كويس، يبقى تمام ندخلهم، لو لأ يبقى خلاص نقفل في وشهم. أنت اللي بتتحكم مين يدخل أو لأ. تلاتة، مش معنى إن في حد دخلته إنك ما تقدرش تطلعه بره. أنت المسؤول عن حماية بيتك ودماغك، مش مسؤوليتك إنك تنقذ حد. أنت مش هتغير الناس، أنت ممكن تديهم من حكمتك وخبرتك، لكن هم ليهم مطلق الحرية إن هم يختاروا يعملوا إيه. اتعلم إنك تاخد الكويس وتستفيد منه وتسيب الباقي. أربعة، لو عايز الناس تحترم حدودك، لازم تحترم حدودهم الأول. دايما وضح حدودك للآخرين، وما تتوقعش إن حد يفهم لوحده حدودك، وده لأن محدش بيقرأ الأفكار، وكمان كل واحد حدوده مختلفة. يعني في حاجة مش مقبولة خالص بالنسبة لحد، حد تاني بيشوفها تمام وعادي، والعكس. ما تحكمش على حد، غير انت نفسك، وهم يا يتغيروا يا ما يتغيروش. خلي عندك السكينة إنك تقبل الحاجات اللي مش هتتغير، والشجاعة إنك تغير اللي ممكن يتغير. أنواع الشخصيات اللي ممكن تعتدي على حدودك: واحد، الأغراب العاديين. دول ممكن يكونوا ناس بتتعرف عليهم وتتعامل بحذر لكن بطبيعية، لأن ممكن فيهم حاجة ممكن تحتاجها دلوقتي أو بعدين، زي زمايل الشغل، الجيران، أهالي زمايل ولادك في المدرسة أو التمرين، وهكذا. اتنين، الحرامية. ودول الناس اللي زي النرجسيين والسايكوباتيين والمدمنين، اللي هيحاولوا بكل قوتهم إن هم يلاقوا طريقة يدخلوا لك بيها عشان يسرقوا ثقتك في نفسك ونظرتك ليها وحتى ممتلكاتك. تلاتة، الأشخاص غير الناضجين. ودول يا إما غير ناضجين عاطفيا أو عندهم مشاكل نفسية، زي اضطراب الشخصية الحدية،
ودول بيبقوا بيصرّوا إن الحاجة تحصل بطريقتهم هم بس، وأنت لازم توافق، يا إما هيتقمصوا يعملوا تصرفات رخمة جدًا ويوقّعوا الدنيا في بعضها لحد ما تستسلم. الحدود المختلطة، زي رقم 1 الحدود المتشابكة أو enmeshment. الحدود المتشابكة هو مصطلح بيطلقه علماء النفس على الحدود اللي مش واضحة بين الناس، خصوصًا داخل العيلة الواحدة، وده بيؤدي إلى إن يكون في مشاكل في الاستقلالية والاعتماد على النفس، ونلاقي دايمًا معادلة اللي هي التشابك بيساوي تعاطف عالي زائد حدود منخفضة. علامات تشابك الحدود: 1 إنك محتاج تنقذ حد من مشاعره، 2 أنت محتاج حد تاني ينقذك من مشاعرك، 3 أنت مش عارف تفرق بين مشاعرك ومشاعر الآخرين، 4 مفيش خصوصية لا في الوقت ولا في المكان، 5 لما بتدخل علاقة عايز تبقى أنت وشريكك بس ومفيش ناس تانيين، 6 الأدوار معكوسة، فتلاقي الأب أو الأم بيحكوا أسرارهم للابن رغم إن في حاجات ما ينفعش يعرفها، وتلاقي الأهل عايزين الابن يديهم الدعم العاطفي اللي هو دورهم هم أصلا. 7 تقديرك لذاتك مرتبط برأيهم فيك واللي بيقولوا عنك. 8 طول الوقت كأنك ماشي على قشر بيض بتحسس على كلامك لحسن حد يزعل. 2 الانعزالية detachment. تاني نوع من الحدود هو الانعزال أو الانفصال، وده معناه تعاطف قليل زائد حدود قوية. هتلاقي إن مفيش كلام خالص، بتتجنبوا بعض تمامًا، بتتجنب إنك تتكلم عن كل ما هو حقيقي، ممكن تحس بالغضب أو تلومهم أو تفتكر لهم أخطائهم. 3 الاعتمادية codependency، هو إنك تضحي باحتياجاتك عشان تشبع احتياجات حد تاني، كل تركيزك على اللي حواليك وعمرك ما بتبص جواك، أفكارك وتصرفاتك بتدور حوالين الآخرين. 4 الترابط interdependence، وده لما الأدوار بتكون واضحة، مفيش حد بينقذ حد ولا حد بيحل مشاكل حد، في حد بيهتم وحاسس ومتعاطف مع كل اللي حواليه. البالغين لما بيحتاجوا دعم بيلجأوا للكبار اللي زيهم، يعني الزوج يلجأ لزوجته والزوجة لزوجها مش للأولاد. إننا نبقى متواصلين وفي حياة بعض بس مش معتمدين على بعض، وما نعرفش نحس إننا كويسين إلا لو في حد في حياتنا. بتعرف تتصرف حسب قيمك ومش مستني موافقة حد إنك تعيش مشاعرك. عشان كده المعادلة هنا تعاطف عالي زائد حدود عالية، وده الشكل الصحي الوحيد للحدود. أعرف منين إن الشخص اللي قدامي ده أمان ومن العيلة؟ إنك تكون بتحس معاه بالأمان ومطمن في وجوده، عمره ما هيضربك في ظهرك أو يأذيك متعمد. ممكن تختلفوا في الرأي بس هو بيحترم رأيك ورغبتك، لو عمل حاجة غلط من غير قصد وانت عاتبته بيعتذر ويبطل يعمل الحاجة اللي بتضايقك. أعمل إيه عشان أفضل محافظ على حدودي؟ 1 اقفل حدودك كويس، 2 شيك على حدودك من وقت للتاني، 3 اقعد مع نفسك واعرف قبل أي حاجة إيه هي حدودك أصلا، يعني إيه المسموح عندك وإيه لأ، وإزاي توصل للناس الحدود دي. والأهم، لو حد اعتدى على حدودك هتعاقبه إزاي عشان ما يعملش كده تاني. ودلوقتي اختبار الحدود: هل بخلي الآخرين يتخطوني؟ هل بحب ألعب دور الضحية؟ ولو ليه بسيب الآخرين يبقوا أقوى مني؟ هل بحس إني عايز أهرب عشان تعبت من إني بعمل كل حاجة لكل الناس؟ هل بتمنى إن الآخرين يقروا أفكاري ويعرفوا أنا محتاج إيه؟ هل بقول لنفسي لو بيحبوني هيعرفوا أنا محتاج إيه؟ هل بختبر الآخرين عشان أعرف بيحبوني قد إيه؟ هل بحاول أسيطر على الآخرين بشكل غير مباشر؟ هل بيبقى نفسي إن الناس تفهم الأسباب لما أكون غضبان أو حزين أو متلخبط؟ هل بحس إن أنا عايز أبقى متشاف ومستخبي عن الناس في نفس الوقت؟ هل بخلي الآخرين يملوني أنا حاسس بإيه أو المفروض أحس بإيه؟ هل أنا فاكر إن الناس بتتكلم عني من ورايا؟ هل أنا محتاج إني أعرف كل واحد بيعمل إيه في الدنيا؟ هل بتبرع بإني أقول رأيي حتى لو محدش طلبه؟ هل بسمح للآخرين يحددوا الواقع بتاعي عشان أنا مش عارف أنا عايز إيه؟ هل مش بعرف أقول لأ للآخرين؟ هل بحس إني مستاهلش أي حاجة؟ هل بساعد الآخرين في حياتهم عشان حياتي ملخبطة؟
هل باشُك في كل الناس؟ طب هل باشُك في نَفْسي؟ لو أغلب الإجابات بآه، فده معناه إن ما عنديش حدود خالص. لو نُص، نُص، يبقى حدودي ضعيفة ومحتاجة أشتغل عليها. لو أغلبهم لأ، يبقى حدودي قوية وصحية وبتحميني كفاية. ولو عجبكم كل اللي فات، استنوني الحلقة الجاية.